شكون فينا ما عانتش من لاباط فيلو كي تشريها تلقاها يابسه وتتكسر وتعذبها في الخدمه وما تقدر دير بها حتى حاجه. اليوم جبت لكم وصفه عجينه الفيلو للمملحات والمعسلات الرمضانيه باذن الله بطريقه مبسطه، والنتيجه راح تبهركم اكثر من رائعه. راح تديروا بها حاله في رمضان. غير تبعوا الفيديو من الاول للاخير. بالنسبه للمبتدئات راح تجربوها وعلى بالي بلي راح تنجح معاكم. نبداو الوصفه على بركه الله. في ان ريسيبيون حطيت 500 غرام تاع فرينه غربلتها، زدت لها 7 غرام تاع خميره الحلويات ونص مغرف صغيره تاع الملح غربلتهم مع بعضهم. زدت مغرف كبيره تاع الخل وربعه مغارف كبار تاع الزيت، يعني زيت نباتي. بالنسبه للمكونات الجافه كامل غربلوها به ما تجيكمش الحبيبات في العجينه تاعكم وما تتقطع لكمش. 7 غرام خميره الحلويات ما يعادل مغرف صغيره مش معمره تاع الخميره تاع الكاطو، يعني خميره تاع الحلويات. هنا راح نبسس الفرينه تاعي مليح ما بين الكف تاع يديا كما راكم تشوفوا، ونبدا نلم في العجينه بالماء. الماء يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد وما يكونش سخون. شوفوا لي كيفاش راني نزيد في الماء. انا هنا عندي الكاس هذا فيه 125 مليلتر تاع الماء، ضفته كامل كما راكم تشوفوا، وما زالت العجينه تاعي ما تلمتش، يعني ما زالت لي شويه هكا. زدت تقريبا 2 مغارف، يعني مجموع الماء اللي استعملته هو 135 مليلتر تاع الماء. شوفوا يا البنات العجينه لازم تكون يابسه، اذا درتوها طريه راهي ما تصلح لكمش لاباط فيلو. يعني الماء تروحوا بالشويه. الفرينه تاعكم ماهيش هي نفس الفرينه اللي عندي انا هنا، يعني الماء تروحوا بالشويه حتى تتحصلوا على عجينه تكون يعني ملمومه وتكون حاكمه روحها، يعني يابسه ما تكونش طريه. هذا هو القوام تاع العجينه كما راكم تشوفوا فيها، يعني ماهيش ملمومه وفيها الحبيبات. نحطوها فوق لو بلون دو طرافاي ونعجنها من دقيقه ل3 دقائق حتى يعني تولي لي ليس، غير بالكف تاع اليد بلا ما نقطعوا العجينه ما تقطعوهاش حتى تتحصلوا على هذا القوام، يعني تكون معجونه يعني السطح تاعها يكون املس. هنا واش راح ندير؟ نجيب الميزان نوزنها كامل باش نقسمها على 12 قطعه. اللي ما عندهمش الميزان ديروا عينكم ميزانكم، يعني اقسموها على 2 ومن بعد على 4 ومن بعد كل جزء اقسموه على 3، يعني عينكم هي ميزانكم كما راكم تشوفوا هكا. نقسموها على 4 على 2 ومن بعد على 4 ومن بعد كل جزء نقسموه على 3 أجزاء نتحصلوا على 12 كرية. أنا هنا باش يعني يجيوني كامل متساويين كل قطعة وزنتها يعني تقريبا 70 غرام. هنا واش راني ندير؟ نوزنهم كامل ونلوزهم مليح، يعني باش الكرية تاعي ما تجينيش من تحت فيها يعني مكعبرة من تحت. شوفوا نلوزوها مليح في ان بلاطو نكملوهم كامل كما راكم تشوفوا. نغطيوهم بلاستيك غذائي ونخليوهم يرتاحوا على الأقل 10 دقائق باش نبداو نخدموا فيهم. شوفوا الكريات بعد ما ارتاحوا أنا راح نبدأ نخدم بال6 كريات. شوفوا هنا الراعي الرسمي لهذه الوصفة كما يقولوا هو النشا ولا لا مايزيدا، يعني لازم تستعملوا كمية كبيرة تاع النشا، والنشا يا البنات لازم تغربلوه، إذا ما غربلتوهش راح يقطع لكم العجينة. هنا ندير كمية مليحة تاع النشا ولا لا مايزينا ونبدأ نحل في الكريات. القطر يكون على الأقل 8 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. نديروا نشا من تحت ويعني نعمروها بالنشا. كل كرية نطرحوها بسمك يعني القطر 8 سنتيمتر. أنا هنا راح نخدمهم كامل، يعني 6 هذوما كامل نخدمهم نحطهم فوق بعضهم ويعني ونخليهم يرتاحوا. ونزيد نروح كما راكم تشوفوا خدمت 6 هذوك الاولين، غطيتهم بكيس بلاستيكي وخليتهم اكوتي، ونزيد ندير 6 كريات الاخرين، يعني نخدم على مرتين. هنا بعد ما نكمل يعني هذه المجموعة الثانية نخليها ترتاح ونبدأ بالمجموعة الأولى اللي خدمناها. كما راكم تشوفوا البنات الفيديو راهو يشرح في نفسه، بالكش أنا ما قدرش نوصل لكم الفكرة بصح الفيديو راهو يشرح في نفسه. هنا هذيك المجموعة الثانية حطيتها ترتاح ونبدأ بالمجموعة الأولى اللي خدمتها. هنا وش راح ندير؟ شوفوا الطريقة هذه مبسطة باش يعني تتفادوا انكم تحطوهم في 6 فوق بعضهم وتبداو
تورقوا يهربوا لكم الورقات على بعضاهم ويعني تحصلوا فيها. انا راح جبتها لكم بطريقه مبسطه، يعني اخدموا بالزوز، يعني زوز ورقات كما راكم تشوفوا. نحط واحده ونعمرها بالنشا، لازم تستعملوا كميه كبيره تاع النشا باش تتورق لكم يعني وتتنحى لكم بكل سهوله. هنا حطيت الاولى، يعني الورقه الاولى عمرتها بالنشا، وفوقها الثانيه تاني معمره بالنشا، ونبدا نورق فيها كما راكم تشوفوا. نستعينوا دائما بالنشا. التوراق بالحلال يكون من الوسط، تروحوا في كل الاتجاهات. شوفوا تروحوا كيما هكا، يعني تبداو من الوسط وتروحوا في كل الاتجاهات باش تعطيكم هذاك الشكل الدائري، ويعني تحلوها كامله بنفس النيفو، يعني تجيكم رقيقه كامله، ماشي جهه تكون رقيقه وجهه خشينه. شوفوا انا راني نحلها بيان ونعاود نقلبها ونحلها على الجهه الثانيه. هنا بعد ما توصلنا يعني للمطلوب، هذا هو يعني السمك تاع العجينه تاعنا كيفاش تجي، يعني كي تحطوا يديكم تحتها يديكم تبان وتشكلوها في يدكم بكل سهوله. شوفوا بلا ما تكسر لكم، بلا ما يصرى لها والو، صدقوني عجينه اكثر من رائعه. هنا شوفوا كيفاش انا نحتفظ بها، يعني نجيب اكياس بلاستيكيه ونقسمهم ونحط الورقات تاعي كامل كما راهم فوق بعضاهم كما راكم تشوفوا، راهم فيهم نشا يعني ما راحش يلصقوا في بعضاهم. نزيد ندير كيس بلاستيكي واحد اخر ونطبقهم على ربعه بهذا الشكل، ونزيد نخبيهم في كيس بلاستيكي، يعني ما لازمش العجينه هذيك كامل يقيسها الهواء باش تبقى لنا طريه ويعني ما يصرى لها حتى حاجه. هنا كملتهم حطيتهم في الفريجيدار، راح نحتفظ بهم في الثلاجه من تحت باش نستعملوهم، وراح تشوفوهم في وصفات الجايه من مملحات ومعسلات. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. نقولكم سلام.